بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. النهاردة حابة اشارك معكم فيديو جديد وروتين جديد من روتيناتنا الحلوة واجواءنا الحلوة في الفلاحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي، زي ما قلت لكم ان شغل البيت صراحة ما كانش سهل علينا. يعني صراحة خد مننا مجهود كبير قوي. وطبعا زي ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتت، احنا خلاص خلصنا يعني ما فيش عمال بقى ولا حاجة. خلصنا البيت كلته نجاشة، الشبابيك والابواب والحيطان، يعني ما شاء الله كلهم خلصوا على خير الحمد لله. ولكن طبعا ترتيب البيت بقى مش سهل. يعني احنا طلعنا كل حاجة زي ما عرفتوا كده وتابعتوا معايا في الفيديوهات. كان البيت فاضي، مفيش اي حاجة شغالة في البيت غير المطبخ بس. انما كل البيت كنا شايلين الحاجات اللي فيه ومطلعينها كده في البيت من فوق. اللهم صل على سيدنا محمد. من طبعا اساس وفرش وحتى السراير والنيش الدواليب كل حاجة كانت متشالة. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فطبعا ده كله احنا شلناه انا وامير لوحدنا. طلعناه في البيت، فطلوع السلم ونزوله ما كانش سهل ابدا علينا. غير ده كلته بقى، يعني ما كانش شغل البيت لوحده، شغل البيت ده زيادة على شغلنا احنا كفلاحين. زي ما بتتابعوا معايا في الفيديوهات، عندنا مواشي وعندنا طيور وعندنا ارض زراعية. وطبعا كلكم عارفين شغل الفلاحين بيكون يعني شاق ومتعب قد ايه. فطبعا يعني شغل الفلاحين اللي هو المواشي والطيور ده اساسي عندنا لازم يتعمل. يعني لو احنا كبني ادمين مش هناكله ولا نشربه، لازم مسؤول مننا المواشي دي ومسؤول مننا الطيور، والارض طبعا عايز اللي يهتم بيها. فبنشوف الحاجات دي الاول وبعد كده نبداوا نشتغلوا في البيت. انتوا شفتوا معايا السجاد ده طبعا. هو انا شاريه السجاد ده من سنين طويله، ولكن اول مره افرشه في العيد الصغير او في عيد الفطر. كان اول فرش ليه. طبعا لما عملنا الركنه، اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا يا رب يجزيه خير الدكتور محمد. كان ليه الفضل بعد ربنا ان احنا نجيبوا الركنه دي، كانت هديه منه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالسجاد كان عندي من سنين طويلة، من عمر أمير ابني وهو مولود، ولكن كان متشال. أنا كنت جايباه على أساس إن أنا أشيل الأنتريه اللي أنا كنت متجوزة بيه. الأنتريه اللي طبعا انتوا كلكم شفتوه ومش هتنسوه، لأن يعني كان في الفيديوهات بقاله فترة طويلة لسه شايلاه في العيد لما عملنا الركنة. لما كنت ناوية أشيل الأنتريه ده وافرش كده فرش ارضي واحط مخدات او مساند كده، اللي هي منظرة فلاحي خالص يعني بسيطة، ويكون السجاد فرش نضيف فيها وكده. فما يعني ما شلناش، ما عرفناش ان احنا نودوا الانتريه ده فين. ما كانش فيه طبعا، البيت من فوق ما كانش اتعمل. وجبنا ناس عشان تشتري الانتريه ده، محدش رضى يشتريه والله العظيم. وجينا نشحته لحد ما رضى يشحته كمان يعني. ياسمين بتضحك. يعني عرضنا على اي حد ياخده، طبعا هو مش حلو خالص للامانه وبياخد مكان. فعشان كده لا عرفنا نبيعوه ولا عرفنا نشحتوه ولا عرفنا نتخلصوا منه. فاضطريت ان انا استحمله، وخفت ان انا اجيب السجاد وافرشه تحته. طبعا هو كان الحشو بتاعه عبارة عن ورق شجر ولوف نخل وكلام من ده.
وكان مقطوع الفرش ده كان مقطع من تحت. فاللي هو انا لو حطيت سجاد زي ده، وطبعا السجاد ده والله يا حبايبي كان غالي، يعني اياميها انا كنت جايباه غالي، فخفت ان السجاد يبوظ من الحاجات اللي بتنزل من الانتريه. فده اللي خلاني شلت السجاد الفترة دي كلها. انا شلته زي 8 سنين تقريبا، يعني من عمر امير هو مولود، وامير دلوقتي عنده 9 سنين، ففترة طويلة خالص. يعني ممكن تكون دلوقتي ما يكونش السجاد ده موضة، وما يكونش الوانه يعني ملائمة للعصر اللي احنا فيه دلوقتي، يعني دلوقتي الالوان بتكون هادية وكده. بس طبعا ده جديد وكان غالي فمش هرميه، يعني هو كان جديد بس كان متشال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما فرشته بقى في العيد الفطر ده كان اول غسلة ليه، يعني دي اول غسلة ليه. وهو نضيف على فكرة، ولكن لما شلنا البيت طبعا كان فيه تراب وعفر ياما جه عليه. فانا قلت ايه، مش هكتفي ان انا يعني انفضه بس كده وخلاص، انا هاخده كده يعني غسلة حلوة كده، بحيث برضو طبعا بغسله إيه اللهم صل على سيدنا محمد بمسحوق بأي حاجة كده بتخلي ريحته حلوة. أنا غسلاه بمسحوق عادي خالص، بتخلي ريحته حلوة. وكمان ألوانه زهت، يعني الترابة اللي عليه راحت كده مع الغسيل وزهت. طبعا أنا خدته فوق السطح وغسلته، لأن البرندة صغيرة، يعني احنا عندنا البرندة مش عريضة، رفيعة. فالسجاد ده ما شاء الله السجادتين دول كبار مالين المنظرة، فما كنتش هعرف اغسله في البراندة، مش هعرف افرده كده. فاخدته على السطح وغسلته طبعا فوق عند خزان المية. ركبت كده خرطوم في حنفية الخزان وغسلت السجاد بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل يوم بقى يا حبايبي بقى يعني بعمل حاجة في البيت. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور على اكتر من يومين، يعني تقريبا 3 ايام، يومين او 3 ايام والله. كل يوم كنت بصور مقطع كده. ليه بقى ما عملتش فيديو كامل مرة واحدة ونزلته؟ لان يا حبايبي انا مهما احكي لكم مهما اقول ما حدش هيتخيل الوجع اللي في ظهري وفي رجلي. الحمد لله على كل حال. طبعا بغض النظر عن دراعاتي اللي تعتبر يعني خلاص باظت خالص في الضياع، يعني الحمد لله على كل حال والله العظيم. الحمد لله يا رب. ف فتعبانه بقى، ظهري ورجلي وجعني. فاللي هو بقى بشتغل شغله مش زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده شغل على طول، لا انا بعمل حاجه واقعد. يعني ممكن يوم السجاد ده والله ما عملت حاجه في اليوم كله. طبعا في يعني مواشي وطيور، لكن اقصد ما عملتش حاجه من ترتيبات البيت غير السجاد بس غسلته. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن طبعا عندي شغل مواشي وطيور، وطبعا لازم اطبخ في البيت، اعمل غدا واعمل عشاء عشان عيالي برضو. ففي شغل اساسيات كده لابد منها. فالشغل ده لوحده في حد ذاته متعب جو. شغل المواشي ده متعب جو عليا، وخصوصا ان انا لوحدي. ابو امير كل يوم بره، فمن حليب لكنيس ده كلته لوحدي، والشيل والحط. فاللي هو يعني مع اقل شغل طبيعي رحت مش بقدر اشتغل يعني. ممكن يعني عايزه اقول لكم والله العظيم انا كنت بصلي دلوقتي كنت حاسه ان روحي بتروح مني، روحي بتطلع. اللي هو نهجان مع اقل مجهود خالص. الشغل اللي كنت بعمله انا يعني طايره كده زي النحله، دلوقتي بعمله بالبطيء قوي، لاني مع اقل حركه ومع اقل شغل بلاقي نهجان جامد يعني ما بكونش قادره اكمل يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عشان كده كل يوم كنت الشغل اللي بعملها ابقى اصورها. الغله دي برضو في يوم تاني خالص عن تاني يوم السجاد. يعني السجاد كان الاول، وبعدين بدات اغسل الغله. طبعا احنا بنغسل الغله عندنا في الترعه دي نضيفه قدام البيت، ميتها نضيفه، بنغسله فيها الغله. اسهل لي من الحنفيه، عشان اغسل في الحنفيه
يبقى هغسل برميل الغلة اللي بغسله في اسبوع كامل عشان اخلص، وكمان هيكون متعب بالنسبة لي. لكن في الترعة كده انا حاطة كده حجر في الترعة بقعد عليه، وسلايفي ربنا يا رب يديهم الصحة ويكرمهم، جم كمان 2 من سلايفي جم ساعدوني، ربنا يبارك لهم يا رب. طبعا احنا في الغلة انا بروح اساعدهم وما بيجوا يساعدوني برضو زي الخبيز بالظبط. لا اله الا الله. كنت كده هما بيناولوني، طبعا انا مبوشه الغله في طشوط، وبيناولوني كده بالغلج، وانا بغسل وانا قاعده في الترعه، واناولهم ياخدوا يفضوا لي في شكاير ويناولوني غيره، وهكذا. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. فشوفوا يعني انا بغسل وانا قاعده فبكون مرتاحه شويه، انما لو غسلت في الحنفيه هكون واقفه على رجليا او موطيه، فلا كده احسن كده اريح. طبعا يا حبايبي شغل الفلاحين يعني بيكون ياما شوية ومتعب حبتين. ف جاي شغل الحصيدة مع شغل البيت صراحة، كان الموضوع متعب جو مرهق بالنسبة لنا. عايزة اقول لكم يوم غسيل الغلة ده انا كنت ميتة من السجع، يعني خلصت غسيل وطلعت اللي هو انا بترعش من السجع، مية الترعة سجع قوي، فكان اليوم صعب صراحة. برضو الحاجة اللي بتقع قدام مني في البيت كده، يعني اللي بتقع قدام عيني والاقيها عايزة تتروج بروجها، الحمد لله انا واخدة البيت كلته. صحيح انا ماشية بالبطيء شوية، ولكن واخدة شغل على نظافة جامدة. يعني بدأت طبعا نزلنا اول حاجة غسلنا البيت بعد البوية ما خلصت، يوم البوية على طول ما خلصت بالليل انا وابو امير والعيال غسلنا البيت كله. وطبعا بدأنا بعديها كل يوم كده ننزله شوية من العزال بتاعنا، لان احنا كنا بننزله بالليل، لان بالنهار كنا في فترة ضم، كان ابو امير بيطلع يضم يا اما عند جيراننا يا اما عندنا. وبعد الضم بيفضل طبعا يضم اوجات، وبيشوف ارضنا برضو، بيراعي ارضنا جنبنا جنب الضم اللي بيضمه. اللي عندنا رز عايزين ساقي بيسقيه، احنا طبعا عندنا رز متأخر لسه، مش هيتعمل غير في اخر شهر 10 بإذن الله، في اخر الشهر اللي هيبدأ اللي احنا فيه ده، او الشهر اللي بدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فطول النهار هو بيشتغل بيطلع بره، وانا هنا في شغل البيت، فمعرفش ان انا او ما اقدرش ان انا انزل حاجة لوحدي. كنا بنشيله مع بعض، طبعا كلها كانت يعني عايزة اقول لكم الركنة ديت، عايزة اقول لكم تعبتنا تعب في الطلوع وفي النزول لكم ما تتخيلوا. السلم مش واسع، السلم ضيق، وكنا بنطلعوا شايلينها، فصراحة تعبتنا اخر تعب، غير الخشب وغير حاجات ياما قوي. فالحاجات دي كلها انا ما اقدرش انزلها لوحدي، لازم نشيله مع بعض. فكنا بنستنى هو يخلص شغله بره وانا اخلص هنا شغل عند المواشي ومع العيال والبيت وكده، ومن بعد المغرب نتعشى ونطلعوا ننزله شوية. كنا بناخده كل يوم كده شوية يعني. وبعد كده طبعا زي ما شفتوا وتابعتوا معايا، نزلت دخلت على المطبخ كلته من اوله لاخره، برضو غسيل غسيل حيطان وارضية واي حاجة كانت بتقابلني عايزة تتغسل كنت بغسلها. لان طبعا الصنفرة بتاعة الحيطان عملت ترابة كبيرة في البيت كله، فكان كل حاجة متطربة، فكانت عايزة غسيل نظيف. فالحمد لله يا رب، انا الحمد لله يعني ممكن اكون بطيئة شوية في الشغل، ولكن ده طبعا من كمية التعب اللي شفناها. ولكن بنزل كل حاجة الحمد لله على نظافة. طبعا هنا الغلة سبتها يوم في الشكاير بعد ما غسلتها، وبعد كده فردتها كده هتقعد يومين وان شاء الله اغربلها. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واستحملوني الفترة ديت في التأخير وكده. اللي محطش اللايك وعجبه الفيديو اتمنى يحط لي اللايك، واشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات جديدة وشيقة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت. والسلام عليكم.